الجثة بداخل البئر ببناية مهجورة كما كتشاهدوا معنا الآن وعلى المباشر. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما، فيما تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمصلحة الطب الشرعي رهن التشريح الطبي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما كتشاهدوا معنا ففي هذا البئر اللي كتشوفوا أمامنا تم انتشال جثة. ما زالت عناصر الضابطة القضائية تبحث وأبحاث معمقة لمعرفة الأسباب وخلفيات وراء هذا الاعتداء. فقد عمد المشتبه فيهما إلى إخفاء أو قبل أن يعمد رفقة المشتبه، نعم المشتبه فيه الاثنين، إلى إخفاء معالم الجثة أو إخفاء الجثة بداخل البئر بهذه البناية المهجورة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وما زالت هنا السلطات المحلية وأعوان السلطة ما زال يعني هنا بمكان الجريمة، بما ما زالت الأبحاث جارية عن يعني مع الموقوفين الاثنين ومرتكبي هذا الفعل الجرمي. وحسب المعطيات الأولية التي ما زالت يعني عناصر الضابطة القضائية تبحث عن خلفيات وأسباب وخلفيات وقوع هذه الجريمه. غادي نقربكم مشاهدينا ومتابعينا كان وقوع الجريمه، فهذا هو البئر اللي تم اخفاء فيه الجثه بعد تعريضها للاعتداء. فللاشاره فقد تم اكتشاف الابلاغ عن الجثه والجريمه، فهذا هو البئر اللي وقعت فيه الجريمه واللي تم رمي الجثه به، واللي دخلت عناصر الوقايه المدنيه هذا الصباح لإخراجها من هنا في الساعات الأولى من هذا الصباح. لكن للإشارة فقط وحسب ما وصلنا من بعض المصادر أنه يعني خصوصا مصادر مقربة من عائلة الضحية أنه يوم أمس كان إلحاح للعائلة من أجل إخراج الجثة من داخل البئر، لكن ما عرفناش شنو وقع بالضبط، ما عرفناش علاش ما تمش الاخراج ديالها، واش ما توفراتش الامكانيات، واش ما توفراتش الماتيريال. هذا سؤال غيبقى مفتوح، كنتمناو الاجابه عليه، كنتمناو يعني الجهات المختصه هي اللي غتكون عارفه علاش ما تمش الاخراج الجثه في وقتها وفي حينها ووقت تم اكتشافها. واش كاين شي عوامل تقنيه، واش كاين شي حاجه ماشي هذيك، الله اعلم. فهنا كيبقى السؤال مطروح. وكما جاء في نص الخبر الوارد عن مصالح ولاية أمن مكناس قامت بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 25 سنة على خلفية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء معالم الجريمة. فهذا هو البئر اللي تم رمي الجثة فيه وإخفاء الجثة بعد ما تم الاعتداء عليها أول أمس الخميس متسببا في وفاته. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس مساء أمس الخميس الثاني ذو جنبير الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يعمد رفقة المشتبه فيه الثاني على إخفاء الجثة بداخل بئر ببناية مهجورة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما في الحين. فيما تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمصلحة الطب الشرعي رهن التشريح الطبي، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذلك تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. السنفار كان كبير هنا على مستوى هذه البناية، واللي حضرت مختلف الأقسام، لا الشرطة العلمية ولا التقنية ولا كذلك
سيد قائد المنطقة وأعوان السلطة وعدد من المسؤولين اللي حضروا على عجل إلى المنطقة لمعرفة كل يعني الأسباب وشنو اللي كان وراء هذه الجريمة الشنعاء. كما كنشوفوا الآن ما زالت السلطات المحلية أعوان السلطة مازال حاضرين هنايا من أجل غيتم إن شاء الله. كما شفنا كاينة واحد خنشة ديال السيمة راها محطوطة، على ما أظن غيتم الإغلاق ديال البئر نهائيا لعدم تكرار مثل هاد الافعال، وكذلك غلق هذه البنايه، لانه صراحه عدد من البنايات هنا بالعاصمه الاسماعيليه، وكنتمناو انه يتخاذ بعين الاعتبار انه يتم الاغلاق ديالها كليا، لانها اصلا اصبحت اوكار لعدد من الجانحين ومن يعني من بعض المتشردين وبعض الناس اللي كيجيو كيقوموا بها بافعال. وها هي الان كما كنشوفوا، فبعد الانزواء بهذا المكان ها هي وقعت جريمه يعني صعيبه تم رميوه بهذا البئر اللي كما شفنا العمق ديالو عميق. البئر يعني كاين المتراج غارق هذا البئر هذا وبه مياه. هذا هو اللي صعب المأمورية. كما قلنا، فبعض المعلومات الواردة لحد الساعة من بعض الناس كيقول لك أنه يوم أمس كانت أفراد من العائلة طلبوا بأنه يتم الإخراج ديال الجثة، لكن للأسف ما عرفوش علاش الأسباب اللي خلات حتى للساعات الأولى من هذا الصباح عاد اتخاذ. وهذا يعني كتبقى إجراءات الجهات المختصة هي اللي عارفة شنو الأسباب وشنو الحيثيات وراء أنه يخليو حتى الساعات الأولى من هذا الصباح. كما كنشوفوا معنا مشاهدينا، فهي تم وضع يعني احد يعني كيس ديال الاسمنت من اجل اغلاق هذا البير نهائيا وتجنب مثل هذه الافعال. باقي المصادر علاش قتلوه الان مازال الابحاث جاريه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي غادي نقولوا إن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الفقيد. شكرا لكم مشاهدينا.